مسؤولية تجاه الجمهور وفي مسؤولية تجاه نفسك. أمل، بدي أروح لمصر. يلا. أمل الجزائرية تدخل مصر، كيف هي؟ طب إنه وين ببطولة مسلسل؟ إن شاء الله إن شاء الله. لست أول ولا آخر جزائرية تدخل مصر. حاطة أمالك على المسلسل؟ مسلسل جميل جدا، الدور رائع. دائما حط أمالي على كل شيء نعمله. تصالحت الجزائر مع مصر، إيه؟ ما بقى في يعني هذا الموضوع أصلا من أساسه يعني ما كان لازم نوصل لهالدرجة، لأنه إحنا كلنا عرب. نعم. وفي خطوط، الحدود هي خطوط وهمية رسموها السياسيين. يعني انت مش كل بلد بدك تروح تلاقي جدار يعني صحيح. بين بلد والثاني. صحيح. وربما الفن هو اول حاله لحتى يقرب طبعا ويكسر. صح. الفن ما عنده وطن وما عنده بلد ولا عنده جنسيه، الفن هو رساله ساميه هلا سؤال بدهم يسالوه كثير من الناس. ليش ما في نجمات مصريات اليوم؟ يعني وكثار من النجمات يلي من خارج مصر بيحكوا عن صعوبه انه نجمه تقدر تاخذ بطوله مسلسل. عم نحكي عن مسلسل سيعرض برمضان ان شاء الله، خلال شهر رمضان المبارك 2013. يعني حيكون عنده حيز كثير كبير من المشاهده، رح يدخل المنافسه الرمضانيه. ليش امل بوشوشه؟ هلا القيمين على العمل شركة كان للإنتاج اللي رئيستها مدام دينا كريم، بآخر فترة صار في مسلسلات مصرية هي عبارة عن بطولات جماعية، وهي عبارة بنفس الوقت عن يعني أدوار لمجموعة من الشباب الجداد. فنجحت بهذا النمط من الدراما، مع العلم انه الدراما المصريه كانت تدور حول البطل الاوحد. فبالتالي تعرفنا على بعض ويعني وصار اختيارها عليا. شافتني انه انا مناسبه للعمل، والمخرج شافني انه انا مناسبه للعمل. عمل شبابي ضمن مجموعه من الشباب من النجوم المصريين، ووقع اختيارهم علي كبلاس يمكن انه اضيف شيء. ان شاء الله اني اقدر اضيف شيء بهذا العمل، فقط لا غير. رح ندخل انا وياك لفقره اسمها ناس بحياتي.